بصراحة شديدة أنا استعيبت إن أنا يكون معايا الجيب الجراند شيروكي الجديدة وأروح أصورها زي ما بصور العربيات التانية جنب كومباوند وجنبها بقى ورد أحمر وشجر والمناظر الطبيعية اللطيفة دي. عربية زي دي محتاجة إنها تيجي في البيئة الطبيعية بتاعتها عشان خاطر تحس إنها مرتاحة، وبناء عليه أنا قررت النهاردة في الريفيو بتاع الجراند شيروكي ال المجمعة محليا إن إحنا نصورها في هذا المكان عشان يبقى الشيء لزوم الشيء. الجيل ده من الجراند شيروكي الكود بتاعه هو WL، بدأ تصنيعه في أمريكا في سنة 21 وابتدينا نجمعه عندنا في مصر اعتبارا من السنة دي من 24. العربية بتتجمع بطراز واحد وهي فئة ليميتد، والطراز ال يعني قاعدة العجلات الطويلة. لو عايز تعرف سعر العربية دلوقتي حالا ادخل على الموقع بتاعها هتعرف السعر بتاع العربية في أي وقت انت بتتفرج فيه على الفيديو. احنا هنقوله في اخر الفيديو في التقييم النهائي للعربيه. ولو هتطلع بيها اوف رود او حتى انت دافع كل الفلوس دي في عربيه بالثمن ده، يبقى انت لازم تعمل لها فيلم حمايه اصلي. احنا دايما بنرشح كاربوروجيني، ناس الشغل بتاعهم محترم جدا والخامات بتاعتهم اصليه ومحترمه جدا. ممكن تروح لهم، الفروع بتاعتهم موجوده في التجمع، في الشيخ زايد، في المنصوره، وكمان عندهم فرع في الرياض. بص على الشغل والخامات بنفسك واحمي عربيتك بطريقه مظبوطه. المقدمه بتاعت العربيه شهدت اختلافات ملحوظه عن الجيل السابق من الجراند، سواء في شكل الفوانيس او في الميل بتاع الشبكه، لكن محافظه على الطابع الرئيسي كلمه جيب بالحرف الجي الكابيتال المعتاد، السبع علامات اللي هنا دول اللي هم بيميزوا السبع قارات. وهنلاقي في العربيه فيها كاميرا اماميه تبع نظام ال 360، وفيها نظام غسيل ممكن تنظفها عشان خاطر لو اتوسخت تعرف تشوف بيها كويس. بتستخدم في الركنه وبتستخدم في الزحمه، وكمان بتستخدمها في الاوف رود انها بتبقى رسمه لك التراك اللي بيمشي عليه العجل عشان خاطر مقدمه العربيه عاليه، ولو طلعت بيها في مطلع بتبقى مش شايف الارض فما تشكلكش خطوره على اسفل السياره. الاضاءه بتاعت العربيه LED بالكامل سواء العالي او الواطي او في الفوج لايت. هنلاقي الاربع حساسات بتوع الركن بتاع العربيه، والشبكه بتاعت العربيه واسفل الاكسدام هنلاقيه واخد اللون بتاع الكروم، ولكن هو مش كروم، هي طبقه دهان على بلاستيك. والعربيه شكلها عموما من قدام يوحي بالقوه، خصوصا مع الكبوت العالي بتاع العربيه والبروز اللي موجود في المنتصف بتاعه. جنب العربيه من الزوايا اللي مبينه قوي الكبر والحجم بتاع العربيه، عربيه 5 متر وربع تقريبا، وقاعده العجلات 3 متر واحد من 10. وعندك هنا بقى ايه العاكس اللي هو بتاع العربيات الامريكاني ده موجود هنا وبينور بالليل. كلمه جراند شيروكي كبيره موجوده على باب السواق، مقابض الابواب كبيره، المرايات بتاعت العربيه كبيره، ولكن انا بعيب على المرايات دي ان مفيش فيها ضم كهرباء، لازم تعملها انت بايدك. والمرايه بتاعت السواق ما هياش محدبه بالقدر الكافي، وبالتالي مجال الرؤيه فيها اقل من المرايه اليمين، بتحسسك ان العربيات قريبه قوي والنقطه العاميه فيها زايده. ولكن بيعود كده ان العربيه فيها تحذير النقاط العمياء. خط السقف بتاع العربيه باين ان هو ماشي مرتفع. عربيه كبيره جدا وعائليه جدا، مساحات زجاجيه مهوله، والعربيه بتنزل بجنوط مميزه برضو، تو تون، لونين، اللون الفضي واللون الرمادي الغامق ده. الكاوتش بتاعها مقاسه 265 على 50، والجنط مقاس 20. موفر جانب اطار محترم جدا هيفيدك برضو في الاوف رود، لان عربيات جيب هي معروف انها اصلا عربيات اوف رود. وانا هقول ان العربيه الجراند شيروكي ال ليها قدرات عبور جيده، مش هقول ممتازه، وده بسبب طول قاعده العجلات. لان هنلاقي الارقام بتاعه الثلاث زوايا اللي بيستخدموا في الاوف رود اللي هي الابروتش انجل او الزاويه بتاعه دخول العربيه دي 30 تعتبر معقوله، ولكن طول بقى قاعده العجلات مخلي الزاويه اللي في النص هتلاقي ان الزاويه دي 22.6، وده بيخلي العربيه عرضه انها بوتوم اوت او ان بطنها يلمس الارض. العربيه الاندر كارج بتاعتها تبقى على الارض، وبالتالي العجل يفقد التماسك، وده بيقلل من قدرات الاوف رود بتاعه العربيه. كمان مع الطول بتاع العربيه عشان هي 7 كراسي، ده مطول الحته اللي ورا محور العجلات الخلفي لحد ظهر العربيه، فمخلي الزاويه بتاعه المغادره او الديبارتشر انجل 23 درجه تقريبا، وده برضو مقلل من القدرات في المطالع والمنازل والحتت اللي بتبقى ترين عنيف شويه. مساحات التخزين بقى جوه العربيه مهوله. يعني الشنطه بتاعه العربيه على وضعها ده، السلام عليكم الاول، 1328 لتر، وانت منيم الكرسيين اللي هم اللي ورا. ولما تيجي بقى ترفع الكرسيين بتوع الصف الثالث بتبقى مساحة الشنطة على الوضع اللي انتوا شايفينه ده 487 لتر، ودي مساحة شنطة أكبر من مساحات العربيات السب كومباكت أو دون المدمجة. مش عارف، أنا مش حاسسها 487 لتر قوي حتى لحد السقف، بس هم يمكن مزودين مساحة التخزين الكبيرة اللي موجودة تحت الرف ده لأنها كبيرة فعلا وممكن تشيل معاك حاجات. ولكن المساحة دي تشيل شنطتين 3 من الحجم المتوسط لو هتوقفهم، أو لو هتبقى منيمهم ممكن تحط عليهم كمان باك وشوية حاجات كده. ولو نيمنا بقى الكنبة كمان اللي في النص دي
دي اللي بتنام بمقدار التلت والتلتين، مساحه الشنطه هتوصل ل 2395 لتر، يعني تقريبا انت معاك عربيه نقل. الرف اللي هنا ده غير مساحه التخزين، هو فيه العده بتاعه العربيه، وفي هنا الفتحه اللي انت بتفك منها الاستبن بتاع العربيه لان هو مثبت تحت. الشنطه هنلاقي فيها ساب ووفر بتاع النظام الصوتي اللي موجود في العربيه، نظام الباين محترم قوي، وكمان هنلاقي نقط للتعليق وهنا في نقاط للتثبيت. كمان هنلاحظ ان الاضاءه بتاعه الشنطه موجوده هنا، وموجود لمبتين هنا عشان خاطر لو انت برضو بره كامبينج ولا اي حاجه وقاعد هنا يبقى عندك اضاءه منزلها لك شنطه العربيه. وفيها منفذ 12 فولت، وكده كده الصف الثالث ده فيه منفذين يو اس بي تايب اي ومنفذين يو اس بي تايب سي، بيبقوا برضو قريبين منك عشان لو عايز تستخدمهم وانت فاتح الشنطه. والزرار بتاع فتح الشنطه موجود في الجنب عشان العربيه لو واقفه في اوف رود او واقفه على حته عاليه، وكده كده العربيه طويله قوي الارتفاع بتاعها، فعامل لك زرار فتح وقفل الشنطه موجود هنا في الجنب، بتقفلها طبعا كهرباء. هنلاقي ظهر العربية فيه شكل الفوانيس الجديدة دي، كلمة 4x4 والناحية التانية ليميتد، وكلمة جيب الكبيرة في النص، المساحة، السبويلر، لمبة الستوب، وكاميرا الرؤية الخلفية، وليها برضو نوزل عشان خاطر تغسلها، والحساسات والاكسدام ورا فيه العواكس. وموجود هنا برضو حتة كده تحسها ضخمة مدية للعربية او ماشية مع الطابع العام للعربية. وفتحة الشكمان بتاعة العربية موجودة على الناحية اليمين، والاستبن زي ما قلنا موجود في منتصف السيارة من الخلف. الصف الثالث من العربية دي يعتبر من اكتر العربيات اللي موجودة في السوق المصري اللي ممكن فعلا تركب ناس كبيره. انت يعني لو ما استغلتش كل الطول بتاع العربيه ده يبقى مشكله. بترفع الكرسي من عتله كده في الجنب وبتزقه لقدام وبيثبت في مكانه، بتطلع على العتب هنا وبترجع تقعد. هنلاحظ ان في فتحات تكييف موجوده في القايم الثالث لركاب القسم الخلفي، في اضاءه، في منافذ يو اس بي في كل ناحيه، اتنين، واحد يو اس بي تايب سي واحد يو اس بي تايب اي، في كاب هولدر، وفي احزمه امان متثبته تثبيت محترم. دلوقتي الكرسي ده راجع على اقصى حد ليه ورا الكنبه كلها، وكمان الظهر بتاعه لان الكنبه اللي في النص بتبقى ريكلايننج، فهو كده راجع على اقصى حاجه. انا بالنسبه لي يا دوب ركبتي لامسه الحته دي، انا 173 174، مساحات الرؤوس بالنسبه لي معقوله، مساحات الركب ممكن استحملها، وممكن احنا نساع بعض. يعني هو ممكن يحرك الظهر بتاع الكرسي لقدام شويه، او الكنبه كلها تطلع لقدام شويه، بحيث انها تدي مساحه للركب والاقدام بتاعه الناس اللي قاعدين ورا. بس اجمالا القعده ورا مش مؤذيه، يعني انا عن نفسي انا ممكن اسافر في العربيه دي ورا، ممكن امشي فيها مسافه مش قليله. الكنبه اللي في النص زي ما انتم شايفين مساحات الركب مهوله، الكرسي متظبط على وضعيه قيادتي، كمان المساحه اللي ممكن تحط فيها رجلك تحت في الارضيه كبيره جدا. عندك هنا شبك للتخزين ونقط للتعليق في ظهر المقاعد الاماميه. الكونسول اللي هنا فيه وحده التكييف الثالثه، تكييف العربيه تريبل زون، وعندك هنا برضو 4 يو اس بي، 2 يو اس بي اي 2 يو اس بي سي، وفي فيشه اللي هي ال 230 فولت عشان لو عايز توصل اللابتوب بتاعك. المخدع هنا فيه 2 كاب هولدرز، فيهم برضو اماكن للتثبيت. التنجيد بتاعه لطيف جدا. القعده تعتبر مش ناشفه ومش طريه قوي، تعتبر متوازنه وكويسه. وزي ما قلنا الكنبه فيها ريكلايننج، الظهر بتاعها بيطلع لقدام ولورا، وكمان الكنبه نفسها بتتحرك سواء هنا او هنا، بتتحرك تلت وتلتين منفصلين عن بعض. وبالنسبه لمساحات الرؤوس فتعتبر مميزه جدا. السقف البانوراما كمان مدي براح في العربيه. ولو هتنقل على الكرسي اللي في النص فالقعده بتاعته مريحه جدا. الظهر بس ناشف شويه عشان المسند، مساحه الرؤوس فيه كويسه قوي. مساحه الاقدام برده كويسه، تشيل رجلك حتى لو انت 45. وحتى النفق اللي موجود في العربيه ما يعتبرش عالي قوي، رغم ان العربيه 4x4، فطبعا انتوا بتبقوا عارفين ان لازم يكون في نفق عشان خاطر يشيل ادوات الجر اللي بتشغل المحور الخلفي. الكراسي الاماميه اللي موجوده في الجراند شيروكي بيجوا من الجلد، والاتنين كهرباء. كرسي السواق بيجي بوضعيتين ذاكره، وكمان العربيه فيها كومفورت اكسس. اول ما بتبطل العربيه الكرسي بيرجع ورا عشان يوسع لك تعرف تنزل، واول ما بترجع تدور العربيه بيرجع على الوضعيه بتاعه البروفايل اللي انت ظابط عليه العربيه بالظبط. الجلد المستخدم فيه الملمس وشكل الخامه والتطريز بتاعه حلو قوي. وعموما الكراسي الاماميه والكرسيين اللي في الجنب في الكنبه الخلفيه مزودين بتدفئه. واجمالا الصالون بتاع العربيه بيوفر راحه ممتازه، والعربيه دي كروزر ممتازه جدا في السفر وللعائلات، يعني بصراحه تعتبر مميزه جدا. الخامات المستخدمه اعلى التابلو تعتبر مواد عاليه الجوده، مواد لينه. التطريز اللي فيها حلو برضو، لون ابيض عامل تناسق او تناغم مع اللون الاسود. الجزء اللي هنا ده يعتبر اللي بيسموه ليذرات، ما هواش جلد. وراه برضو جزء من البلاستيك، وفيه برضو نفس التطريز اللي هو اللي باللون الابيض. وهنا هنلاقي الترم اللي شبه الخشب ده، ولكن هو مش خشب حقيقي، هو يعني سامعين التكه بتاعته دي بلاستيك. ومن تحت بقى الخط اللي واخد شكل الكروم ده كلها تعتبر مواد بلاستيكيه، ما هياش مواد لينه. صلابه
صلابة البناء تعتبر جيدة جدا، الكونسول كله متصل مفيش تحته اي مكان للتخزين. ولو بصينا على الدركسيون هنلاقي الدركسيون بقى كل المواد اللي مستخدمة فيه تعتبر عالية الجودة. الجلد اللي مستخدم هنا حلو، الملمس بتاعه والطراوة حلوة قوي. هو طبعا مالتي فانكشن، الجزء اليمين للتحكم في مثبت السرعة ومثبت السرعة التفاعلي، ودي حاجة حلوة قوي بصراحة ان العربية فيها النوعين بتوع مثبت السرعة، لان من وجهة نظري انا الشخصية ان مثبت السرعة التفاعلي احيانا بيبقى مزعج في المشي في مصر. الجزء اليمين للتحكم في الاوامر الصوتية وفي لوحة العدادات اللي موجودة قدامك الديجيتال، النقاء بتاعها يعتبر مميز جدا، وعندك القدرة ان انت تعمل لها كاستمايزيشن، وبتعرض لك كذا حاجة بقى. بتعرض لك شكل عداد السرعة والار بي ام العادي وفي النص السرعة سواء عايزه انالوج او عايزه ديجيتال. كمان العربية بتعرض لك معلومات القيادة سواء الادابتيف كروز كنترول واللين مانجمنت والحاجات دي كلها. كمان بتعرض لك المعلومات او البيانات بتاعة العربية زي معدل استهلاك الوقود، كل بقى معلومات الاوف رود، درجة حرارة مية التبريد، درجة حرارة نقل الحركة او الفتيس، درجة حرارة الزيت، ضغط الزيت نفسه، والفولتج بتاع البطارية. وبتعرض الكمبيوتر بتاع الرحلات فيها 2 تريبس A و B، وكمان بتعرض لك الانماط بتاعة القيادة والحاجات المتعلقة بيها عشان الاوف رود. والعربية فيها 4 انماط قيادة بتغيرهم من الزرار اللي موجود هنا. عندك نمط للرمل والطرق الطينية، وعندك نمط للسنو او للتلج، والنمط اللي هو الاوتوماتيك اللي العربية بتمشي عليه معظم الوقت، وفيها النمط الرياضي. كل ما بتغير نمط منهم بتعرض لك هنا على الشاشة شوية حاجات، وبتجيب لك المحورين الامامي والخلفي بتاع العربية، وكمان بتجيب لك البيتش والرول اللي هي درجة الميل الامامي والخلفي والجانبي بتاع العربية، ودي طبعا كلها حاجات للمساعدة في الاوف رود. كمان عندك قوايم تانية مختلفة ان انت بتزود منيوهات، بتحط 5 حاجات كده قدامك بتتحكم فيهم برضو على حسب ما انت عايز. هم نفس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، ولكن انت عندك القدرة انك ترصصهم قدامك كلهم وتختار وتقلب ما بينهم عن طريق الدركسيون. الدركسيون بتاع العربية فيه بادل شيفترز عشان لو عايز تتحكم مانيوال في الفتيس بتاع العربية، ولكن هم قريبين جدا من الزرارين بتوع التحكم في الميديا. الدركسيون بتاع العربية كمان تلسكوبيك، بتتحكم فيه فوق وتحت وقدام وورا، ولكن بطريقة يدوية. وبعدين هنلاقي الشاشة بتاعت النظام المعلوماتي والترفيهي بتاع العربية، هو اسمه يو كونكت، وبصراحة من الأنظمة السهلة والحلوة جدا اللي أنا اتعاملت معاها مؤخرا. وأهم حاجة فيه إن هو عمل كونكشن على الأندرويد أوتو الوايرلس بسرعة رهيبة وبدون أي مشاكل. هنلاقي محطوط فوقيه زراير شورت كاتس فيزيكال، أول زرار عشان فصل وتشغيل نظام الأوتو ستارت ستوب، الزرار الثاني عشان تشغيل وفصل نظام البقاء في الحارة المرورية، وبعدين زرار لفصل الاي اس بي، زرار الانتظار، وزرار لفصل الباركينج سنسورز. والشاشة بقى فيها التحكمات كلها، انت بتظبط الصفحة بتاعة الهوم على مزاجك، فيها ويدجتس انت اللي بتتحكم فيها. عندك برضو امكانية انك تسحب الشاشة من فوق، بينزل لك منيو سريعة فيها السراوند كاميرا، بيفتح لك نظام ال 360، يجيب لك درجة الحرارة، البروفايلز بتاعة اللي بيسوقوا العربية، نوتيفيكيشنز، الاوامر الصوتية، وكمان ادارة الاجهزة المتصلة بالنظام. وفيها فاميلي كام، ودي حاجة حلوة قوي انها بتنقل لك الصفين التاني والتالت هنا عشان لو ولادك راكبين بدل ما تقعد تلف دماغك او الحاجات دي كلها. وكل ما بتدوس على كرسي او مكان في العربيه بيعمل لك عليه زوم ان في الشاشه اللي بتبقى جنبها، فدي بتسهل لك جدا مراقبه الاطفال، وبتخليك عارف تتابع اولادك من غير ما تقعد تلف دماغك او يتم تشتيتك عن الطريق. الميديا بتاعت العربيه متعدده المصادر، عندك الراديو الاف ام والاي ام والاندرويد اوتو او الابل كار بلاي، كمان البلوتوث، وعندك 2 يو اس بي، وعندك اوكسيلري. فهي بصراحه العربيه مش حرماك من حاجه. فلو دوسنا على الكومفورت بيفتح لك التكييف بتاع العربيه ثلاثي المناطق زي ما قلنا قبل كده، بتتحكم فيه عن طريق اللمس من هنا او عن طريق الزراير الفيزيكال اللي موجوده هنا، ودي حاجه لطيفه جدا. برضو بتتحكم في تدفئه المقاعد الاماميه وتدفئه الطاره، لان الطاره هنا فيها تدفئه، ومسهل لك الامور خالص بقى بالزراير اللي موجوده تحت للتحكم برضو في الميديا وفتح وقفل الشاشه بتاعه النظام، وكل ما هو متعلق بالتكييف وازاله البخار من على الزجاج الامامي والخلفي. كمان العربيه فيها نافيجيشن بيلت ان، ولكن يفضل انك تستخدم الجوجل مابس، طبعا هي بتبقى محدثه اكتر منه، وبعدها يبقى الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي، ثم الضبط بتاع العربيه اللي عندك بقى التحكم في كل وسائل السلامه والامان اللي موجوده في العربيه دي، وهي تعتبر متقدمه جدا. عندك الضبط بتاع النظام نفسه بقى ما بين الساعه والتاريخ والحاجات دي كلها، بتظبط البروفايلز عشان لو اكتر من واحد بيسوق العربيه كل واحد يبقى البروفايل بتاعه موجود. النظام بصراحه اجمالا زي ما بقول لكم يعتبر سهل ويعتبر حلو، والاستجابه بتاعته كويسه جدا، وما هنكش معايا ولا مره، رغم ان كان في كذا حد سالني قال لي هو النظام بتاعها بيهنج ولا لا. تحت وحده التكييف هنلاقي جزء متغطي كده بكفر بيانو بلاك، ولكن انا شايف ان هو عرضه للتجريح. بتفتحه انك بتضغط عليه كده بيقوم فاتح، بيبين لك هنا بقى منافذ اليو اس بي اللي موجوده لركاب القسم الامامي، 2 يو اس بي اي و2 يو اس بي سي، منفذ 12 فولت، مكان كبير للتخزين بيتحط فيه الموبايل او تحط فيه اي حاجه، مفيش فيها شاحن لاسلكي للاسف. وراها البكره بتاعه الفتيس والزرار بتاع انماط القياده، واثنين كاب هولدرز مضاءين ولكن هم مش مبردين ولا
مدفئين. وبعدين المسند الوسطي السنده بتاعته حلوه، العرض بتاعه حلو، بيفتح على قسمين، جزء هنا متبطن ممكن تحط فيه محفظتك او مفاتيح عشان ما تعملش راتلينج او تعمل اصوات، وجزء هنا عميق جدا متبطن برضه تبطين بسيط من تحت، ولكن الاجناب بتاعته بلاستيك، ما هواش مبرد ولا اي حاجه، ولكن هو فيه اضاءه. التابلو بتاع العربيه بينزل برضه بالطريقه الفخمه ولكن ما هواش مبطن. والشماسات بتاعه العربيه موجود فيها البتاع اللي انا بحبها بقى انها بتيجي لحد الاخر. ولكن النقطه برضو الغريبه اللي استغربتها زي المرايات اللي بره، ان المرايه اللي جوه رغم الضخامه والفريم بتاعها ده الا انها مش اوتو ديمنج. فانا ما اعرفش ايه مشكله جيب مع المرايات. لما هنفتح كبوت العربيه هنلاقي ان هو بيفتح على 2 مساعدين، ودي حاجه محترمه. في هنا عزل، والعزل اللي هنا كويس، والتقفيل بتاع العربيه سواء القسم الامامي او في اي حته فيها او حتى التصفيح اللي تحت كلها متقفله ومتامنه كويس جدا. الوايرنج بتاع العربيه محترم. وهنلاقي بقى الموتور الفي 6 بزاويه 60 درجه المعروف باسم البنتا ستار اللي موجود في العربيه دي، 3600 سي سي، تنفس طبيعي، بيولد قوه 290 حصان او 294 بي اس، وعزم دوران 394 نيوتن متر، ومتصل بعلبه تروس من 8 سرعات، ولكن هي مش من زد اف، هي مصنعه بمعرفه ستيلانتس. الزد اف 8 بتنزل في الموتور الكبير الفي 8، ما بتنزلش في النسخه دي. فزي ما شفنا التقفيل بتاع العربيه يعتبر محترم جدا سواء المحرك او المقصوره بتاعتها. هنشوف بقى دلوقتي اداء العربيه دي لان دي كانت نقطه تخوف كبيره من حضراتكم. كتير منكم بعت لي قال لي شوف لي الموتور ده مع الحجم ده عاملين ازاي، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض في اختبار القياده. وضعيه الجلوس في الجراند شيركي الجديده دي حلوه قوي، العربيه عاليه قوي فانت حاسس ان انت راكب الطريق زي ما بنقول كده بالبلدي، وده احساس ممتع على فكره. كشف كل حاجه من ابعاد العربيه، مساحات الرؤيه في العربيه ممتازه، الازاز كله زي ما انتم شايفين، حتى مع وجود الصف الثالث ومساند الراس بتاعته مرفوعه بيوفر لك مساحه رؤيه كويسه، وبيبقى عندك الامكانيه ان انت تنزلها بضغط الزرار من عندك هنا في الشاشه، فبتوفر لك رؤيه زي اللي حضراتكم شايفينها بالظبط. مرايات العربيه حجمها معقول، ولكن يعاب على مرايه السواق زي ما قلنا انها غير محدبه بالقدر الكافي، فالفيلد اوف فيجن بتاعها قليل. ورغم وجود تحذير النقاط العمياء في المرايات الا ان انت بتلاقي اللمبه منوره وانت مش شايف ايه الاوبجكت او ايه العربيه اللي موجوده في النقطه العاميه عندك. فلازم تخلي بالك وانت سايق، وانت كده كده لازم تبقى عامل حساب ال5 متر وربع اللي انت ماشي بيهم دول. يعني انت بعد ما الكرسي بتاعك بيعدي في عربيه تانية ورا. قفلنا التراكشن والتكييف وعملنا تجربتين تسارع للعربية بالموتور الستة سلندر، وعمل التوقيت 8.3 من 0 ل 100 وتوقيت 15.7 للربع ميل، ودي توقيتات تعتبر جيدة جدا قياسا على حجم العربية ووزنها. لو عايز تتفرج على الفيديو الكامل هتلاقيه على كل السوشيال ميديا بتاعتنا. خلينا بقى نشغل التكييف ونرجع التراكشن تاني ونجرب العربيه على السبورت مود ونشوف الاستجابه بتاعتها في التسارع العادي بقى. يعني لو انت مثلا ماشي 70 اهو وتقوم دايس دوسه، استجابه الفتيس كانت سريعه وكويسه جدا، على عكس بقى اللي هتشوفوه لما تبقى على الاوتوماتيك مود. يعني هي من 70 ل 140 في شويه صغيرين جدا. تحس ان العربيه بتبقى استجابتها اسرع وافوق. كمان الدركسيون بتاع العربيه انت عندك التحكم فيه انك تخليه كومفورت او سبورت او حاجه ثالثه. انا سايبه على الكومفورت، انا مش مخليه على السبورت، ورغم كده الوزنه بتاعته تعتبر كويسه جدا. بس العربيه طبعا حجمها كبير، هي مش عربيه بقى مناورات وعربيه يعني عفرطه، تركب برضه عربيه 5 متر وشويه وامريكاني. بصوا النطه اللي الفتيس بينطها، ما بيفقدش العزم وما بينزلش، يعني ما بيعملش داون شيفتنج بسهوله، فبيحتفظ بالجير اللي انت عليه عشان خاطر يخليك تطلع اسرع. تسارع تاني اهو لحد ال 140. الفرامل بتاعت العربيه على فكره كويسه، بس بتحتاج انك تتعود عليها. وزن العربيه ليه دور كبير على فكره. التماسك برضو في الملفات طبعا في ميل، وانا حاسس ان العربيه فيها ميل. الاول ويل درايف مخلي العربيه ما تفقدش التماسك في العجلات بتاعتها، ولكن انت برضو العربيه مايله بيك. بس احنا ماشيين اهو يعني داخلين على 100 اهو ولا حاجه، ما بين ال 90 وال 80 وال 100، ودي سرعات كويسه مناسبه جدا لحجم العربيه والطبيعه بتاعتها. فانت لما هتبقى سايق العربيه اعرف ان في حاجه اسمها قواعد الفيزياء لا يجب ان تتجاوزها. عربيه كبيره تقيله 2 طن وشويه، وسسبنشن معمول ان هو يوفر راحه. العربيه كروزر ما هياش عربيه رياضيه، فحتى لو على السبورت مود لازم تبقى عامل حسابك ان انت برضو ايه، رستخ يا زكي يا رستخ. خلينا بقى نجيبها على الاوتوماتيك مود. النمط اللي انت هتمشي عليه 99% من فترة امتلاكك للعربية دي. الصوت هادي طبعا زي ما انتم شايفين، هي دلوقتي ماشية على الثامن اهو. عايزين بقى نحرق من 90 مثلا ل 140، يلا. وخدت بالكم في زي ثانية كده ديلي، نزل سادس وبعد كده قام نازل ثالث، فبيتأخر شوية.
بس وانس ان هو جمع، لا الموتور بيأدي وشايل وزن العربية، ولو انت معاك ناس في العربية برضو شغالة معاك كويس جدا. وطبعا كل اللي احنا بنعمله ده واحنا مشغلين التكييف، لما نفصل التكييف كده المفروض ان هو ما يفرقش قوي في الاداء مع المواتير الكبيرة. بس خلينا برضو نشوف لو من سرعة 90 والعربية واخدة الغيار السادس او السابع اهو دلوقت، وقمنا دايسين دوسة اسرع شوية. كنتوا عايزين نجرب الفرامل، خلينا نجربها، بس طبعا كل الحاجة هتقع. هنجرب الفرامل من 150 اهو او 160. خدتوا بالكم من الفرامل؟ كله من اجل ارضاء رغبات حضراتكم. الحاجه بتاعت اللي طارت دي كلها. يلا، العزل الصوتي اللي بتوفره الجيب الجراند شيروكي مميز للغايه. عربيه في السفر هاديه وجوه المدينه هاديه، واول ما تفتح بقى السقف او الازاز وترجع تقفلهم هتعرف الفرق. وعربيه بالتصميم الصندوقي ده وبالحجم ده وبالانسيابيه بتاعت المقدمه دي تبقى موفره هذا العزل، ده يقول لك ان العربيه فيها نقاط عزل محترمه جدا. ابرزها الازاز الجانبي اللي كله دبل جليز او مزدوج، والزجاج الامامي الاكوستيك، وطبعا هيبقى فيه عزل ما بين الاطار وما بين الشاسيه والمقصوره بتاعه القياده عشان خاطر توصل لهذا العزل المتفوق. استهلاك البنزين بتاع العربيه دي تقدر تقول ان المعدل الوسطي الواقعي والحقيقي بتاعها هو 12 لتر لكل 100 كيلو متر. معدل معقول على موتور تنفس طبيعي بالحجم ده وبالسعه اللتريه دي. لو هتضغط على نفسك وتمشي سواقه اقتصاديه جدا جدا بقى جوه المدينه وحاجات كده، ممكن تنزل توصل ل10 وتوصل لمعدلات اقل شويه. ولكن الطبيعي مع واحد بيمشي على طرق سريعه شويه، طرق بطيئه شويه، طلعت طريق سفر مشيت على السرعه القانونيه شويه، جبت السرعه القصوى المتحدده دي مرتين ثلاثه، المعدل اللي العربيه عملته كان 12.3 من 10، 12.6 من 10. ودلوقتي بعد شويه الجري اللي جريناهم في السواقه دي واصله 13 لتر لكل 100 كيلو متر. بس اجمالا تجربه القياده بتاعه الجراند شيروكي ال هي تجربه قياده حلوه جدا طالما انت فاهم العربيه معموله لايه وما بتخرجهاش من الكومفورت زون بتاعتها. ولما بتضغط عليها انت برضو بتضغط عليها بشويه فهم، وبتراعي الحجم والوزن والسسبنشن اللي موجود في العربيه دي، اللي بيوفر مستوى راحه متميز جدا. هو طبعا مستقل للعجلات الاربعه، ولكن ما هوش ادابتيف، انت ما بتتحكمش فيه باي صوره من الصور، بس الظبطه والعيار بتاعه كويسين جدا. ومع الاوف رود بيوفر بادي ارتكيوليشن مميز برضو للعربيه، فماليش عليه اي تحفظات، ولا هو ولا تجربه القياده او الدرايفنج اكسبيرينس عموما بتاعه الجراند شيروكي المجمعه محليا. مواصفات السلامه والامان في العربيه الجراند شيروكي الجديده دي تعتبر محترمه جدا. العربيه واخده تقييم توب سيفتي بيك في تقييمات معهد السلامة الأمريكي، دي حاجة عالية قوي. هنلاقي العربية فيها منظومة كاملة من وسائد الهواء، بما فيها وسائد هواء في الكرسي، الستاير لحد القسم الخلفي لحد الصف الثالث، ووسادتين هواء لركب السائق والراكب الأمامي. وطبعا فيها أجهزة التحكم في الثبات الإلكتروني للجسم ومنع انغلاق المكابح والتراكشن كنترول ومعزز الفرامل والسيطرة على السيارة في المرتفعات والمنحدرات، مثبت سرعة تفاعلي ومثبت سرعة مخصص للأراضي الوعرة. فيها برضو مساعد للفرامل على الأراضي الزلقة أو في الأمطار، وفيها نظام البقاء في الحارة المرورية، وفيها نظام فرامل الطوارئ اللي بيعمل بشدة وعنف شديد، وهو نظام من الأنظمة المفيدة جدا، ولكن من الأنظمة اللي لازم تبقى أنت بقى مخلي بالك ومتوقعه في أي لحظة، خصوصا في المشي في طرق زحمة زي القاهرة أو اسكندرية، وكل ما بتفصله بيرجع تاني لما بتبطل العربية وتدور. وكمان العربية فيها تحذير النقاط العمياء، فيها نظام للمساعدة في التقاطعات، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. وما ينفعش نتكلم على عربية جيب من غير ما نتكلم على قدرات الأوف رود أو قدرات العبور للأراضي الوعرة للعربيات دي. الجراند شيروكي من يوم ما اتعملت هي معمول عشان توفر ركوبة عائلية مهندمة ومريحة، وممكن برضو تطلع بيها اوف رود على فترات، علما انها بتبقى الشاسيهات بتاعتها يوني بادي او شاسيه قطعة واحدة، ما هياش شاسيه منفصل بادي اون فريم زي العربيات الهارد كور اوف رودرز. ورغم كل اللي بنقوله انا ما اعتقدش ان في اي عربية عائلية 7 كراسي تانية في السوق المصري بتوفر نفس القدرات اللي بتوفرها الجراند شيروكي ال. وشايفك يا اللي بتقول فورتشنر، شايفك والله. هي 7 كراسي وحجمها كبير، ولكن هي بعيدة كل البعد عن منافسة الجراند شيروكي، بعيدة قوي في المساحات الداخلية ومساحة الشنطة، بعيدة بسنوات ضوئية في مستوى راحة الجلوس والعزل والريفاينمنت اللي موجودين في العربية، وبعيدة برضو في الايمج بيني وبينك. يعني العربية دي برضو اللي بيشوفها بيديها كده شكل وهيبة وحضور اكتر من اللي بيديه للعربية التويوتا الفورتشن، وده بيخليهم مش موجهين لنفس الزبون،
وعلى فكره ده مش تقليل من زبون الفورتشنر اطلاقا، لان الفورتشنر ممكن تعمر اكتر من دي وتستحمل اكتر من دي وقد تكون اكثر اعتماديه من دي وكلفه تشغيلها اقل، وبالتالي اللي عايز يشغل العربيه في حاجات بقى زي محاجر ومواقع وبهدله هيروح لها. والعكس صحيح. العربيه دي بتنزل فئه واحده في السوق المصري متجمعه محليا ب5,400,000، والسعر ده صحيح في يوم تصوير الفيديو. موجهة لحد حابب إحساس السفر المريح كأنك راكب يخت كبير حلو على مية هادية. إحساس الفلوتنج ده يا جماعة لازم تجربوه، يعني الناس اللي ركبت امريكاني عارفينه، لان العربيه دي بجد كروزر عظيمه على الطريق، بتخليك تنسى اي عيوب ليها بمجرد ان انت تاخد عيلتك وشنطك وتطلع بيها مشوار سفر طويل. العزل بتاعها، النظام الصوتي الحلو، الكاميرات اللي انت شايف بيها عيالك، الراحه اللي عيالك قاعدين بيها وشنطهم محطوطه وكل واحد قاعد مبسوط، كل الحاجات دي بتدي لك تجربه سفر هايله. طيب ومع المميزات اللي احنا قلناها بقى زي المساحات والراحه والهيبه والحضور والكلام ده كله، ايه هي عيوب العربيه اللي انا شفتها في فتره معايشه تجاوزت الاسبوع؟ اول حاجه بالنسبه لي كانت نور العربيه. النور بتاع العربيه دي ما هواش افضل حاجه، كان المفروض يكون احسن من كده بكتير، وخصوصا النور العالي. كمان العربيه فيها اوتوماتيك هاي بيم، ولكن هو بيشتغل على فترات بطيئه جدا ولازم يبقى كل الطريق حواليك فاضي، ودي حاجه مش عمليه، غير ان هو اصلا ضعيف. وكنت مضطر عشان اسافر بالعربيه دي بالليل انور الفوج لايت عشان يعزز من الاضاءه القريبه اللي قدامي زي ما حضراتكم شايفين كده. تاني حاجه كانت المرايات. هي حاجات قد تبدو يعني كولاترال، ولكن ان مرايه في عربيه بالسعر ده وبالحجم ده وتكون مفيش فيها ضم كهرباء دي مشكله. يعني انا دخلت بيها في حته زحمه وكانت فيها عربيه واقفه وكنت عايز اقفل المرايه عشان اعرف اعدي، لا انا طايلها من الكرسي بتاعي ولا انا طبعا قادر انزل الف اللفه دي كلها عشان اقفل المرايه. قلت له اقفل لي المرايه بعد اذنك لو سمحت. الواد كان مستغرب، واستغرب اكتر لما قلت له افتحها لي بعد ما عديت من جنب العربيه. كمان فكره ان المرايه بتاعت الصالون مفيش فيها اوتو ديمنج او تعتيم ذاتي، دي برضو حاجه لا تليق. فانا ما اعرفش مشكله جيب ايه مع المرايات بصراحه. كمان الحجم بتاع العربيه مش مخليها اسهل حاجه في المناوره، ومش هيخليها ديلي درايفر او هي سياره القياده اليوميه بسلاسه اللي ممكن تستخدمها في محافظه مزدحمه زي القاهره او اسكندريه او حتى مدن الدلتا والصعيد. محتاجه ان انت تبقى دايما شغلك او مشيك كله في اماكن مفتوحه، طرق سفر، طرق دائريه، ساكن بقى في التجمع ما بتخرجش منه زايد والحاجات دي كلها، فدي برضو بتقلل من كرايتيريا الزبون او البوتنشال كاستمر اللي بيشتري العربيه. واخيرا جودة خامات بعض الأجزاء المستخدمة في المقصورة زي الكونسول الوسطي والبلاستيك المستخدم فيه، أنا شايف إن هو برضه كان ما يليقش بعربية بالسعر ده. وعارف إن أنت دلوقتي مستنيني أقول لك إن العربية غالية وده أهم عيب فيها. خلينا نبعد عن حتة غالية ورخيصة، وخلينا أقول لك إن تسعير العربية دي تسعير ذكي. لازم تبقى فاهم إن العربيات المتجمعة بتدفع برضه بعض الرسوم على قطع الغيار اللي بتيجي وبتتجمع في مصر. ولازم تبقى فاهم ان العربيه الامريكاني دي بموتورها اللي اكتر من 3000 سي سي لو انت جبتها من بره هتبقى خاضعه لبند شامل رسوم وجمارك 278%. 278% يا مؤمن. وبالتالي لو العربيه حتى ثمنها في امريكا $40,000 $50,000 $60,000 احسبهم وحولهم بالعمله المحليه وزود عليهم ال 278%، شوف العربيه هتبقى واقفه عليك بكام. كل الاعتبارات دي بتدخل في اذهان الناس اللي بتحط سعر العربيه. زي ما هنبص على السعر خلينا نبص على مين منافسين العربية دي في السوق المصري. الجراند أصلا محطوطة في فئة الاس يو في متوسطة الحجم، يعني مع اكس 5 وجي ال اي، ودي عربيات معدية ال7 مليون رغم ان هم تجميع محلي برضه. فئة ال بقى بال5 متر وربع دول وال7 كراسي بتنافس مين؟ دلوقتي احنا دخلنا في فئة الفول سايز اس يو في، يعني بنتكلم في اكس 7 وجي ال اس، عربيات مجمعة محليا بيتباعوا فوق ال10 مليون. ولو فكرنا في المنافسين اليابانيين اللي بيوفروا مساحات شبيهة وقدرات اوف رود، مش هنلاقي غير النيسان الباترول واللاند كروزر من تويوتا، ودول بيجوا دافعين دم قلبهم جمارك وبرضه كاسرين ال10 مليون على اقل تقدير. طيب نشوف الاوروبي بقى الكيوت الخاضع ل 39% رسوم ومواتير 2000 سي سي. هنلاقي الاودي الكيو 7 من 5.5 ل 5,800 اسعار رسميه لو عرفت تجيبها بيهم، ولو عايز الموتور ال 3000 هتخش في ال7 مليون. وعندك بقى الفولفو الاكس سي 90 دي ب 5,200. طبعا عربيتين بيوفروا ركوبه قيمه جدا ومحترمه جدا وفاخره جدا، بس اقل في المساحات وقدرات العبور. وعموما هم دول اللي محطوطين في نفس البراكت مع الجراند شيروكي ال، وهم دول اللي ممكن تفضلهم عليها، بس كل عربيه فيهم ليها زبون مختلف بدماغ مختلفه تماما. يبقى انا كلامي صح لما قلت تسعير ذكي، لانه عامل بوزيشننج ذكي للعربيه، وللسبب ده العربيه هتلاقي زبونها بمنتهى السهوله. كمان اللي عايز يشتري حاجه بقى كبيره للعائله زي العربيات الفان بتاعت مرسيدس مثلا والكلام ده، ممكن برضه يفكر في الجراند شيروكي ال كبديل محتمل جدا. فانت لازم تبقى فاهم ان الدنيا ماشيه كده في التسعير وماشيه كده في كل حاجه. هتقول لي بقى في امريكا بكذا وهنا بكذا ويا ولود ويا ولود ويا ولود، هتقعد تحرق في دمك على الفاضي. تعرف تجيبها من امريكا بسعر كويس هاتها، ما تعرفش تجيبها هاتها من هنا.
مش عايز تجيبها خالص ما تجيبهاش، شوف البدائل التانية اللي بقت يعني على قد الامكانيات والاولويات والاحتياجات. في ختام الريفيو اتمنى ان انا اكون غطيت كل ما هو متعلق بالجراند شيركي ال. لو في حاجه برضو ما اتكلمناش فيها اكتبها لي في الكومنتس. ما تنساش تتابع الموقع بتاعنا، هكتب لكم الموقع هنا على الشاشه. كمان اعمل لنا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا، هحط لكم الهاندل الموحد بتاعها. اعمل طبعا سبسكريبشن في قناه اليوتيوب. نتقابل في فيديو جديد قريب ان شاء الله.